السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. نتمنى تكونوا على خير وبخير في احسن حال واحوال. اليوم جيتكم بفيديو الحريره المغربيه المعروفه والغنيه عن التعريف. جيت نشارك معكم، وخفيت انا حاطه معكم الحريره بالخضر وحريره عاديه يعني المغربيه، ولكن قلت علاش لا ما نوليش نشاركها معكم. بالنسبه للمشتركين الجداد اللي تزادوا، كاين اللي ما كيقدرش يدخل القناه من الاول يشوف. هنايا غادي نشارك معكم حتى واحد المليويات في اخر الفيديو. هنا اول حاجه درت الربيع. اول حاجه الكرافس والمعدنوس، ودرت البصله محكوكه، ودرت واحد الطريفات ديال اللحم اختياريين، ممكن ديروا اللي بغيتو. هاد الطريفات ديال اللحم كانوا عندي يعني عظيمات وفيهم شويه د اللحم. وهنايا درت العطريات، كنجبير الخرقوم الابزار، ودرت واحد شويه الزعفران شعره يعني حر، باش كيطلق كيعطي النسمه، وفي نفس الوقت كيطلق حتى اللون. لان الخرقوم ملي كيكون مطحون على اليد ما كيطلقش بزاف بحال الزعفران الملون، وانا ما كنتهرب من ديك الملون، ما كنديروش نهائيا. وهنايا الحمص من بعد ما فزكناه ليله كامله كنديروه وكنرويه هنا بالماء سخون. ضروري هنايا كنرويه بالماء سخون باش دغيا تطلع ديك الغليه وكتبدا تصفر الكوكوط، وتا الحمص ما كي يعني الحمص دغيا كيطيب. صافي غادي نقفل عليها، ومن بعد غندير مطيشه هنايا تسلق. مطيشه هنايا درت واحد تقريبا واحد الكيلو ونص، كيلو ونص د المطيشه، حيت باش انا المطيشه الحك ما كنكثرش، ما كنديرش مطيشه الحك. كندير هاد البلديه بزاف، هي اللي كندير كتر. مطيشه الحك كندير واحد المعلقه، حيت الا ما كثرتوش مطيشه هذه البلديه ضروري خصكم ديروا الحك. صافي هنا من بعد ما طاب لنا الحمص وطاب يعني ديك الكرافس والبصله، هنايا كنخويها. وهنا زدت مطيشه طحنتها في الهاشوار، درتها في الهاشوار وصفيتها، لان ما عنديش مولينيكس، كانت هنا عندي خاسره. وهنايا درت الطحين. انا صراحه كندير الحريره الاكثريه بالخضر، ما كنديرش الطحين، ولكن كانت عندي مولينيكس خاسره واضطريت ندير الطحين، لان الخضر ما كيتطحنوش في الهاشوار، كيجيو مفرشين. وما كنبغيش الحريره تجيني بحال لا سوب، كنبغي الحريره تجيني عاديه خضر، ما بيناش باللي راها مديوره بالخضر. صافي من بعد ما كندير الطحين كنصفيه مزيان. غير تصفيوه خصكم تحركوا، ضروري تحركوا باش ما كيدير لناش واحد الكويرات بويض في الحمص، يعني يديكم ويتحرك. كاين اللي كيدير الفورس، وكاين حتى ما كيحركش، يعني كيبقى من التحت بحال كيتكلل. وهنايا ما ديروش الفورس بزاف باش ما تجيناش الحريره قاصحه، وما ديروهاش عاوتاني جاريه، عينكم ميزانكم. صافي من بعد غنزيد واحد المعلقه ديال المطيشه، غادي نطلقها بالماء. يعني كنديرها في واحد البينيو وكنطلقها بالماء هكا مزيان، ما كنخليهاش هكاك خصها شحال عاد تطلق. كندير لها شويه د الماء، تندير انا معلقه كبيره، معلقه ديال مطيشه الحك كبيره. انا قلت لكم الا درتو مطيشه البلديه بزايد ديروا غير معلقه كبيره. درتو غير شويه راه تضطروا ديروا الحك كامل، يعني بحرا كتجي حريره مزيانه. هذيك المطيشه اللي درت انا بلديه كانت عندي حمراء حمراء زوينه، يعني من ديك الصغيورين وحمراء، يعني حمراء طلقات لي في الحريره. وبعد المرات مطيشه راه كتصدق صراحه خايبه، بعد المرات حمراء من برا ومن الداخل كتكون مخشبه. ومن الاحسن الا بغيتو ديروا حتى ديك مطيشه سوغيس، حتى هي كتجي فنه. هذيك مطيشه سوغيس راها موجوده دابا في السوق، حتى هي كتطلق اللون، وانا هي اللي كندير في الحريره، غير ما كانش متوفره عندي. صافي هنايا درت مطيشه ديال الحك. ومن بعد غادي ندير القزبور. القزبور هو المرحله التاليه. وكندير الشعريه والمحمصه اللي كنرطبهم بالماء، كنغسلهم الغسله الاولى الثانيه، وكنخليهم في الماء يرطابوا. منين كنجي نديرهم في الكوكوط ديال الحريره، كيجيوني يعني رطب، يعني بلا ما كان نحتاج عاد نغسلها ونديرها بالزربه، يعني كنكون انا مرطباهم باش غير نكب ديك الشعريه والمحمصه. غير طلع الغليه الاولى الثانيه صافي دغيا كيطيبوا. اما ملي كنديرهم هكاك نيشان، يعني غير غنغسلهم نديرهم، ما كيطيبوش دغيا، كيحتاج الوقت في الغليه د الحريره. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد الحريره، وانا فايته محضراها معاكم وحاطتها شنو دايره، يعني المقادير في صندوق الوصف. انا هنايا غير حيت درت المليويات، ونهار المليويات كنبغي حتى الحريره. الصراحه قلت نشارك معاكم، علاش لا نذكركم بالحريره. وتنقول للمشتركين الجداد حتى هما تعجبهم ان شاء الله ويجربوها، علاش لا. وهنا القزبور صافي اخر مرحله كنديروا القزبور،
وراكم عارفين القزبور بزايد، راه القزبور والكرافس هما الحريره صراحه، القزبور بزايد باش كيعطينا واحد النسمه في التالي. وهنايا من بعد ما وجدات هانتوما كيف كتشوفوا الحريره وجدات. كانوا عندي واحد البريوات في الكونجيلاتور، جبدتهم درتهم غير في الفران. انا اصلا بريوات حتى في رمضان غير كنقلي، عفوا غير الفران ما كنقليهمش. كندير لهم شويه ديال الزبده كيتحمروا بحال اللي تقولوا مقليين، كيجيو ناشفين، وكنغطسهم يعني مسخونين كنغطسهم في العسل. صافي الحريره هنا وجدات. هنا صراحه النهار اللي درت المليويات راه ما درتش يعني الحريره درتها في نهار، والمليويات درتهم بعد شي يومين ولا 3 ايام. باش كنت درت المليويات ما درتهمش في نهار واحد. ولكن انا في المونتاج يعني شاركت معكم التفاصيل. هانتوما غنخليكم مع لا فيديو ديال الملاوي، وراهم ساهلين وضروري غنشرح لكم، ما يمكنليش نهضر الفيديو كامل. خليكم مع لا فيديو. وبالنسبه للمليويات هنايا درت واحد البصله مشلضه، درت هنايا الخضر محكوكين، غندير الفلافل، هنا عندي لا داند. هنايا درت شويه ديال العطريه، التحميره، الكمون، شويه الزيت بلديه وروميه. وهنايا الفيرميسيل من بعد ما كبيت عليها الماء طايب وصفيتها، غادي نزيدها على الفلافل ولادان. درت شويه د لادان شويه د الحوت، نسمتهم حتى بالحوت، ديك الهبره د الحوت. صافي وغادي نخلط كلشي وغنخليهم يبردوا، وغندوز معكم الطريقه د الملاوي. هنايا راه ما وريتكمش التفاصيل لان فايته حطاهم. انا غير بغيت نشارك معكم ونذكر الناس بالمليويات معمرين. غير هما الطريقه ماشي نفس الطريقه، هنا طريقه جديده. انا اول حاجه درت كاس اونص ديال الفينو. نتوما الا عندكم كاس د العنبه ديروا غير كاس، انا عندي كاس صغير درت كاس ونص. كنزيد عليها كاس د الماء، كنزيد كاس د الماء، كنخلي شويه يتشرب ديك الفينو. صافي ومن بعد غادي نزيد 3 د الكيسان ديال الفورس. نتوما ديروا 3 د الكيسان د الفورس، انا هنا درت 3 د الكيسان ونص حيت الكاس عندي صغير ما عنديش قياس العنبه. هانتوما كيف كتشوفوا الكاس الاول والكاس الثاني، ودرت هنايا الكاس الثالث، وغندير النص، يعني 3 د الكيسان ونص. نتوما ديروا كاس ديال الفينو مع كاس د الماء تخليوه يتشرب. من بعد غتزيدوا 3 د الكيسان ديال الفورس، وغديروا شويه د الملحه في الاول. صافي وتعجنوا عاديه، ما ديروا لا خماره لا خميره لا والو. كيتعجنوا انا عجنتهم بالعجانه، ممكن نتوما ديروا زعما تعجنوهم غير بيديكم. على حسب الا عندكم العجانه ديروهم في العجانه. المهم هنا عجنتهم في العجانه غيتعجنوا مزيان مزيان. غير انا الغلط اللي درت خصني ندير غير كاس د الماء، انا مشيت درت 2 كيسان د الماء، جاتني العجينه جاريه. وليت زدت الفرص، وليت زدت كاس ديال الفورس تقريبا بحال اللي دابا هنا درت 4 كيسان ونص د الفورس لان جاتني العجينه جاريه. ولكن القياس اللي عطيتكم هو اللي ديروا، والماء ما تزربوش في الماء. بحال دابا منين ديروا كاس الاولاني مع الفينو تتخلطوا، يعني تتشوفوا انكم ميزانكم عاد تزيدوا الماء شويه بشويه. صافي هنا كتعجن مزيان، غنخليها تعجن مزيان. غادي نوريكم الطريقه في التالي ديال الفيديو. خليكم مع لا فيديو. صافي هنايا من بعد ما تعجنات العجينه مزيان، سد الكاس مزيان يعني ولات كطاوعنا في يدينا. كناخذ شويه الزيت كنديرو في واحد الطبيصل، كناخذ قطعها او موس كنقطعوهم على 4. هنايا خرجوا لي 4، 3 كبار وحده صغيره. ملاوي يعني او مسمن كل واحد كيفاش كيقولوا عاديا، كنكوروهم عاديا. وشوفوا كيفاش مطلوق، يعني العجينه مطلوقه في يدينا. راه حتى الفرص كيلعب دور، يعني النوعيه ديال الفرص كيلعب دور في العجينه ديال الملاوي. بعض المرات كطيحوا شي فرص اللي كيبقى يتجمع. واخا كتخليو الملاوي مثلا على خاطرهم هما خصهم الخاطر، وكتعجنوهم وكتخليوهم شحال الوقت، ملي كتمشيو تطلقوهم كتلقاو
ومع ذلك كتلقاو زعما ديك الفورس كيتجمع كيعذب. حتى النوعيه ديال الفورس كيلعب دور. هنايا من بعد ما كورتهم بربعه، غادي ناخذ ديك السلوفان باش كان ملوي، وغادي نغطيهم بما ارتاحوا شويه، ونوجد معكم واحد الخليط باش غندهنوا هاد الملويات هاد الخليط هو باش كيجيو مورقين من الداخل. هنايا كناخذ الزبده والزيت والنشا، كندير معلقه ديال النشا او 2 معالق ديال النشا، وكندير معلقه ونص ديال الزبده، وكندير الزيت ضروري من الزيت، يعني ماشي بزاف تقريبا واحد نص كاس ديال الزيت، غير باش ديك الخليط يعني خصنا ضروري منين نكونوا كنطلقوا نديرو بزايد، راه هذا هو السر ديال ديك الملويات كيجيونا مورقين ملي كيكون معمر. صافي غادي ندير النشا وغنديرهم على البوطه، وضروري نحركو حيت النشا ملي كيسخن راه بحال كيتكور، غير هو خصنا نحركو مزيان، نحركو حتى يتطلق مزيان. وهنايا من بعد ما ارتاحوا، هنايا هزيت اول وحده باش نطلقها معكم بهذه الطريقه وتقطع لي الفيديو، ما عرفتش علاش. المهم كتطلقوها عاديه، كدهنوها بديك الخليط اللي وجدت معكم، دهنوها مزيان، ومن بعد كتلويوها بحال شكل ملويه بحال هكا مربعه عادي، بحال غنطيبو مسمن او ملاوي عاديا. كنوليو نغطيوها بديك السلوفان وترتاح. يعني شوفوا كيفاش بسهوله كتطلق. ضروري الملاوي راه خصهم الوقت وخصهم يعني الخاطر، ضروري ماشي غير نلويوهم صافي نزربوا عليهم كيجيونا شويه خايبين. خصنا نعطيوهم الخاطر باش كيتطلقوا على خاطرهم. هانتوما كيف كتشوفوا هنايا ما يديروهمش رقاق وما ديروهمش غلاضين. المهم هنايا بواحد الطريقه اللي مربعه كنبقى ماشيه، مثلا ندير واحد الشكل مربع، وهانتوما شوفوا الفقاعات او ديك البويقات ديال العجينه، يعني باش تعرفوا الملاوي ناجحين. صافي كناخذ الحشوه وغنديرها بشكل طولي، يعني بهذا الشكل هذا. هنايا راه هذه اخر وحده اللي وجدت بغيت نوجدها معكم. الوالا راني صافي زعما درتهم في اللاطه، راهم في الفران. وهاد الملاوي 3 كبار ووحده صغيره خرجت لي 26 حبه. هنايا كندير الثنيه الاولى وكنولي نلوي المره الثانيه صافي، ونحبس ونقطع بواحد الجراره ديال البيتزا او موس يكون ماضي صافي، وغنديرهم في الفران. هنايا كنحيدوا ديك الزائد اللي في التالي بالنسبه غير هذه اللي زولت، ما كلهم ما زولت لهمش باش العجينه ما تضيعش. هذه شويه ما درتش الحشوه فيها، ما كثرتش، داكشي علاش ما جاتنيش حتى التالي. صافي وغادي نولي ندير عاوتاني حشوه صافي، وغندير بنفس الطريقه. ومن بعد منين غنديرهم في اللاطه غادي ناخذ واحد البيضه والصوجه، وغادي نطربهم مزيان وصافي، وغادي ندهنهم. الا ما كاينش الصوجه ديروا واحد المعلقه د العسل، غير باش كيعطيونا ديك اللون ذهبي في المسمنات او السيجار ديالنا، غيجيو هما راه سيجار لان غنقسمهم. دابا هنايا هانتوما غتشوفوا الفيديو. صافي من بعد ما غادي ندهنهم ديروا الزنجلان او ديروا الخشخاش. انا درت صراحه الخشخاش، هو اللي كيعجبني في المملحات او في الملاوي او كيجي زويون.
حتى الزنجلان كيجي زوين ولكن ماشي بحال الخشخاش، كيعطي واحد المنظر زوين. صافي هنايا خلطت مزيان ديك الخليط ديال البيضه وشويه الصوجا وغادي ندهنهم. هنايا غادي ندهن غير بواحد الفاصمه لان الشيتات ما عرفتش مشاولي. صراحه كانوا عندي الشيتات ديال السيليكون، كانت عندي الشيتات ديال ديك الخشب ديال الصباغه. كنمشي ناخذهم زعما غير كنخليهم غير الدهن، ولكن ما لقيت حتى شي وحده، واش تالفين واش مشاو مع لا بوبيل والله ما عرفت. منين نقلب عليهم ما غنلقاهمش، منين ما نحتاجهمش عاد نلقاهم. ديما عندي مشكل انا في هادشي ديال الحلوى. ديما واخا عندي صراحه واحد المجر فيه تبارك الله غير داكشي ديال الحلوى خاص، ولكن ما كنلقاش منين كنبغي شي حاجه. المهم هنايا غادي ندخلهم الفران، هنا غندير الخشخاش وغادي ندخلهم الفران، وغادي تشوفوا الطريقه كيفاش غادي نقسمهم باش خرجوا لي 26 حبه. وهنايا كناخد واحد الموس يكون ماضي، وهانتوما كيف كتشوفوا كنقسمهم بهذه الطريقه. علاش؟ باش منين كنخرجهم كيكونوا معلمين، غير غنخرجهم غنقسمهم، يعني كيجيوني ساهلين في القسم. اما الا طابوا عاد قسمتو غيبقى يتفر، يعني ديك الورقه كتكون مقرمشه غتبدا تهرس. صافي هنا درتهم في الفران الفاقه بداو كيتحمروا، وما تضايقوهمش لانه واخا ما فيهم لا خميره لا والو النشا كيوسع، يعني بحال اللي شويه كيتزاد الحجم ديالهم. صافي هنايا الحريره اللي وجدت معكم قبل، راه ضروري الحريره ما كنشربوهاش في نهارها، يعني راه بقوه اللي كنديروها على شحال كنديروها في الثلاجه، كل مره كنسخنوا ونشربوا. هنايا المليويات كيف كتشوفوا، وغادي تسمعوا القرمشه في اخر الفيديو. كيجيو مورقين، هانتوما شوفوا الورقه، يعني ديك العجينه يعني من الداخل كي ملويه بحال اللي تقول الورقه وحده على وحده. كيجيو صراحه وخفاف، واللي ذاقهم كيعجبوهم بزاف ماشي شويه. نتمنى ان شاء الله يعجبوكم، وما تنساونيش من التشجيعات ديالكم باش نرجع للقناه كيف كنت ان شاء الله. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.